السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل اللي بيتابعني. مرحب بكم جميعا. يوم جديد من أيامي. النهاردة فيديو النهاردة هو مش وصفة أكل، على قد ما هو وصفة مهمة جدا بالنسبة لي، وحبيت إن أنا أفيدكم بيها. بتسهل عليا أو بتسهل على أي حد ممكن إن هو يعملها. لو أي امرأة عاملة، لو أي ست بيت يومها متلخبط بسبب الصحيان بدري او وخري بسبب الاولاد وكده، فبيسهل برضو علينا كتير جدا. الوصفة دي حقيقي انا بسميها كنز جوه الفريزر، وفي نفس الوقت انا بسمي الفيديو دوت فيديو مجنون بسبب الطماطم. طبعا ما هي كمان مجنونة، يوم طالع ويوم نازل، علشان محدش ابدا بيعمل تفريز طماطم وهي غالية بالشكل ده. بس شيء لابد منه، يعني كان لازم اني يعني اجيب كده كمية صغيرة وافرزها علشان احس ببركة الطماطم جوه البيت. فمن اسبوع فات كده كان الطماطم كانت عاملة 16 جنيه، وقعدت فترة طويلة سعرها عالي لغاية من يومين تحديدا. وسعرها وصل كيلو ونص ب10 جنيه. فحبيت ان انا كده اجيب 3 كيلو واشتغل بيهم التفريزات اللي انا تملي بعملها في الطماطم، علشان احس ان الفريزر تملي معايا الوصفات بتاعته زي ما هي بطلع منه واشتغل، وبيسهل عليا الوقت. طيب انا معايا 3 وصفات اساسيه من الطماطم بتسهل عليا الدنيا لما باجي بشتغل في اي وصفه فيها طماطم. اولها معايا وصفه تسبيكه المحشي. انا هنا جبت كميه من الطماطم، جبت 3 كيلو وغسلتهم كويس جدا ونقعتهم في الميه وحطيت عليهم شويه خل. زي ما احنا متفقين تملي الخضار والفاكهه بيتنقعوا في الخل شويه علشان يقضوا على اي ميكروبات او اي حاجه يعني في الزرع. هبدأ بأول وصفة، وهي تسبيكة المحشي. أنا معايا هنا حلة على النار، حطيت فيها مادة دهنية، وأنا بعمل المحشي بتاعي بالزيت علشان يبقى خفيف ويعني ما يبقاش تقيل. لو انت بتحبي تحطي سمن حطي. حطيت شوية زيت، وحطيت بصلتين ضربتهم في الكبة وفرمتهم كويس جدا، ونزلت على الزيت. دبلت البصل شوية قوي، مخليتوش يبقى لونه غامق علشان ما يعملش حموضة في المحشي واحنا بناكله. وفي نفس الكبة حطيت 3 فصوص من الثوم، على فلفل رومي احمر، على فلفل رومي اخضر، ولو حابة تحطي فلفل شطة حطي، بس انا اكتفيت بالفلفل البارد بس. وضربتهم كويس برضو، حطيت ونزلت عليهم مع البصل اللي بيتدبل. وكنت هنا عصرة كمية من الطماطم، نزلت بالدورق كله بتاع الخلاط على التسبيكة ديت. صلصة الطماطم بتاعة المحشي مش بتتصفى، بتتضرب كويس جدا علشان تبقى تقيلة في قلب المحشي، فهي ما بتتصفاش نهائي. وسبتهم بقى على نار هادية علشان الصلصة تتسبك. هنا معايا الوصفة التانية، صلصة المكرونة. صلصة المكرونة بمنتهى السهولة، انا ما بحطش لا بصل ولا توم ولا اي حاجة من ديت، بعتمد على التوابل بتاعتي اللي بتنكهلي المكرونة بس. هنا برضو ضربت كمية من الطماطم وصفتها كويس جدا. صلصة المكرونة بقى بتتصفى المرة دي، وسخنت حلة كويس قوي على النار، وحطيت فيها شوية زيت. الخطوة دي بتبقى مهمة جدا علشان لما اجي انزل على الطماطم احس ان هي لونها او اخدت صدمة من الزيت السخن، طبعا من غير ما الزيت يلون معايا ولا يتحرق. الخطوة ديت بتبقى مهمة جدا علشان الطماطم لما بتاخد الصدمة دي في الزيت المكرونة بتطلع مفلفلة وجميلة جدا. جربيها بس كده وان شاء الله هتعجبك، لاني انا جربتها على حلة باردة او على زيت بارد، وبالطريقة دي لقيتها طبعا بتفرق في الطعم. وسبت الطماطم تتسبك كويس جدا. ولما الزيت بتاعها عزل على وش الطماطم، نزلت اول حاجة بمعلقة صغيرة من السكر علشان الحموضة بتاعة الطماطم. وطبعا حطيت الملح بتاعي اللي على حسب الذوق الشخصي، وحطيت فلفل اسود، وحطيت شوية ريحان وشوية زعتر ورشة صغيرة من ال7 بهارات،
شوية بابريكا. لو انت عايزة تزودي توم بودر وبصل بودر تمام، بس انا ما بحطش في صلصة المكرونة لاكتر من كده. شوية بس رشات من كل حاجة، هي ديت اللي بتخلي طعم المكرونة مميز جدا. هنا كمان كنت بقلب صلصة التسبيكة بتاعة المحشي، ولما حسيت برضو ان الزيت بتاعها عزل على الوش كده ان هي اتسبكت، حطيت مجموعة من التوابل بتاعتي بتاعة المحشي. اولها معلقة صغيرة من السكر علشان الحموضة بتاعة الطماطم، والملح حسب الرغبة، ومعلقة فلفل، وشوية بابريكا، على شوية كزبرة، وشوية كمون، وشوية 7 بهارات. ولو عندك خلطة محشي اللي هي بتتباع على بعضها من عند العطار، حطي تمام مش هتقول اي حاجة، على شوية رشة قرفة. والبهارات بقى اللي انتي تحبيها تملي اقولك، في حاجات بتبقى فيها اساسيات، وفي حاجات الذوق الشخصي هو اللي بيحكم فيها. فحطي الخلطة اللي انتي تحبيها جوه تسبيكة المحشي. وبس كده، سبت بقى الحلة ديت تبرد، وسبت حلة المكرونة برضو تبرد، وجبت بعد كده اكياس تلاجة، حطيت الكيس في قلب مج كده علشان ما احسش ان يعني الكيس بيتبهدل معايا. وحطيت الطماطم، وطبعا يعني قادرة ان انا افرق ما بينهم. صلصة الطماطم بتاعة المكرونة بتبقى لونها فاتح شوية، اللي هي اول حاجة فوق، واللي تحتيها صلصة التسبيكة بتاعة المحشي، ودي بيبقى لونها غامق شوية علشان البصل والفلفل اللي جواها بيبقى مغمقها شوية. ومعاه برضو كيس طماطم كنت عصراه ومصفياه كويس جدا، بحطه سادة زي ما هو خالص في الفريزر، علشان لو حابة اعمل اي صنف خضار اطلعه اشتغل بيه على طول. او لو حابة اعمل شوية شوربة لسان عصفور والون لسان العصفور نفسه، اقوم مطلعه كسرة منه حتة بالسكينة بدون ما يفك ولا اي حاجة، واشتغل بيه زي ما انا عايزة. لابد من الكيس دوت اللي انا ماسكاه في ايديا جوه الفريزر، برضو بيسهل عليا عشان ما اقعدش بقى اطلع الخلاط واشغل على شوية طماطم محتاجاهم. لا، بالمرة كده. الوصفة دي بتريحني جدا، يعتبر ألمت لي كل أنواع الشغل اللي أنا هشتغل بالطماطم في أي صنف من الأصناف، بتسهل عليا الدنيا تماما. علشان كده تملي أقول يوم المحشي معايا بيبقى يوم خفيف، ما بياخدش غلبة كتير، علشان ببقى مخلصة صلصة التسبيكة بتاعته، وبطلعها بسخنها، ويحط عليها الرز وحط عليها الخضرة، وبس على كده. وبرضو يوم المكرونة معايا بيبقى بمنتهى السهولة، بطلع الكيس احطه في الحلة اسخنه، واكون سلقة المكرونة وانزل الاتنين على بعض، مش اكتر من كده. دي بمنتهى السهولة وصفتي في تسبيكة الطماطم. طبعا لما سعرها بيبقى رخيص، حوالي جنيه ونص او 2 جنيه، بيسهل عليا الدنيا، بجيب كمية كويسة بأفرزها طول السنة، ما بحتاجش ابدا الطماطم لما بتعلى اقوم يعني جايبها وهي عالية. يا رب اكون افدتك ولو بمعلومة بسيطة. اشوفكم على خير، باي باي.